يا مساء السعادة، ازيكم؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالفراخ من اللي هي بتاعت امهاتنا كده واجدادنا، اللي كانت ريحتها تجيب اخر الشارع وطعمها ما يتنسيش من البق. بجد صينية بطاطس تحفة جدا وسهلة وسريعة ومنجزة، وهعرفك كل اسرار صينية البطاطس اللي تطلع معاكي البطاطساية مش مهرية، والصوص كمان كده يكون مظبوط، مش تقيل ويحمى على القلب ولا هو خفيف خالص، وتطلع البطاطساية مظبوطة في سواها، والفراخ تكون واخدة معانا لون كده ومحرمشة، وبجد تحفة جدا جدا. صينية بطاطس سهلة وبسيطة ومفيش أحلى من كده. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم للتشجيع. شايفين الفراخ دايبة دوب بجد، واخدة من طعم الصوص، والبطاطس يا نهار أبيض، بجد البطاطس طعمها تحفة جدا. يلا بينا نسمي الله ونروح نشوف مقاديرنا على طول. دلوقتي انا هجيب البايركس بتاعي، واحلى حاجة ان احنا هنعملها كلها في صينية واحدة، يعني مش محتاجين نوسخ ونبهدل الدنيا في مواعين كتير. هحط في الصينية دي 3 حبايات من الطماطم متقطعين شرايح، وعليهم كمان حبايتين من الفلفل الرومي الكبار متقطعين شرايح، بصلتين كبار مقطعاهم شرايح، وعليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. ونفضي بقى الحاجات دي، وبعد كده هحط عليهم فصين كبار كده او فصين 3. لو التوم مش كبير يعني قوي، حطي 3 فصوص من التوم المفرومين، 3 4 ورقات من اللورة، و3 حبات من الحبهان، ومكعب من الماجي. ونظبط الملح بتاعنا، ونحط الفلفل الاسود، وراعي ان الملح هيتبل لنا كمان الفراخ، فظبطي الملح بتاعك. وتعالوا بقى للبهارات السحرية اللي كنا عملناها مع بعض في فيديو قبل كده، هاخد منها معلقة، ودي هتودي لي صينية البطاطس دي في حتة تانية خالص. هنضيف عليهم بقى كوباية من المية، وهضيف كمان فنجان كده من الزيت والمية، علشان احنا البطاطس هتبقى محتاجة سوائل، فالفراخ مش هتكفي للسوائل بتاعت البطاطس بتاعتنا. هجيب بقى الفراخ بتاعتي، وانا هنا مستخدمة وراك فراخ، تقدري تستخدمي فراخ كاملة براحتك خالص وتقطعيها 4. هاخد كده كل ورك، وهبتدي ان انا اتبله كويس جدا من تحت الجلد، واحشي كده من الخلطة بتاعتنا، وادخل زي ما انتوا شايفين كده، واظبطها. يعني تمسكي كده الورك تتبليه الاول بالخضار بتاعي والسوائل اللي فيه، وبعد كده تبتدي تحشي الفراخ من تحت الجلد كويس قوي. انا ظبطت الفراخ بتاعتي بقى كلها. هنا انا جبت كيلو من البطاطس اللي مقشراها ومقطعاها مكعبات كبيره وغسلها، وهتبلهم بقى مع الخضار كويس قوي، وهبتدي ارص الدبابيس الفراخ بتاعتي او وراك الفراخ اسفه كده، واظبطها زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا شلت حبه كده صغيرين من الخضار بتاعي عشان اظبط بقى بيه كده واحطه على الوش. شايفين؟ نظبط بقى وننزل بقيه العصاره اللي هي نزلت من الخضار كده على الوش، ونظبط. ويلا بينا بقى نحط كمان قرن فلفل كده من الحامي، علشان خاطر يديني بقى طعم حلو كده للصينيه، وما يخليهاش برده موحوحه قوي عشان الناس اللي ما بتحبش حاجات حراقه زي حالاتي. اغطيها كده بورقه زبده، وبعد كده احط ورقه من الفويل، واقفل كويس قوي على الصينيه، وادخلها على الفرن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني. هتقعد معايا بتاع نص ساعه وهتطلع بالشكل ده. انا بعد نص ساعه شلت ورقه الزبده وورقه الفويل، وسبتها كمان 5 دقايق. خدت اللون دوت من غير ما اشغل الشوايه ولا اي حاجه خالص. هي خدت معايا اللون واستوت منها فيها. شايفين؟ بجد شكلها تحفة جدا. شايفين؟ بجد خطيرة، ما احتاجناش نشغل الشواية ولا اي حاجة. تقدميها بقى جنب رز بالشعرية زي ما قلت لكم، تاكلوها بالعيش وشوية سلطة وانبسطوا. شايفين البطاطس تحفة جدا، مستوية سوا مظبوط ومش مهرية، والفراخ بتاعتنا اللهم بارك تحفة دايبة دوب. بجد الوصفة دي خطيرة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو جربتوها ما تنسوش تقولوا لي رأيكم، وما تنسوش لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم للتشجيع. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة.